ارحب بكم مشاهدينا الاعزاء، جمهورنا الكريم، وياكم احسان دعدوش من على قناه الجميله والمثيره والاحلى MBC عراق، وبرنامج الليله ويا دعدوش. هايكو صديقات اثنين شافتها الاولى مقهوره، قالت لها ايش بيك مقهوره؟ كان تقول هي معوده دزيت رجلي يا ابو الجهال، يروح للسوق يجيب لي فاصوليا دعمه السياره ومات. قالت لها يا خطيه هو ايش راح تسوي؟ قلت له مضطر راح اسوي باميه وامري لله. اليوم ضيفنا مميز جدا، انطلق النجوميه بسرعه البرق. رحبوا معي بالشاعر الكبير مأمون النطاح. اهلا وسهلا. استريح حبيبي. يا اهلا وسهلا. استريح غات استريح. نورتنا شاعرنا المميز. ربي يخليك ويسلمك. الله بالخير. الله بالخير والسرور. الله يخليك. بصراحه انا خفت من قالوا لي ضيفك مأمون النطاح. ليش؟ ما قلت راح يجي على فرس ويا 3 حمايه. لا درقه وسيف. وحده واحده كفي. خير ان شاء الله. بس انت اللي تشوف عفا على صفحه. عارف. ليش؟ لان عندي مساجله وياكم. يلا حاضر ان شاء الله ان شاء الله. يا اهلا وسهلا. مأمون النطاح اسم مميز، يعني انت سويته اليك لو يعني اسم فني لو هو هذا الحقيقي؟ لا هذا الحقيقي، انا مأمون مشعان نطاح. حلو. زين شلون صرت شاعر؟ قعدت الصبح لقيت نفسك شاعر؟ لا طبعا، انا جدي شاعر معروف في المنطقه الغربيه، شاعر نبطي. حلو. والظاهر الاعمال الوراثيه تورث يعني كالشعر وغيرها، فالحمد لله. بس الغربة كانت المستفز لظهور الشاعر اللي بداخلي. ايش عجب، انا ادري يعني الغربة يعني بيها حداثة وجمال وما بيها مثلا شوقك طبيعة اعتيادية مثل لا مو صحيح استاذي. الغربة خطر على الانسان مثل ما التصحر خطر على التربة. بس هناك شلون الفت الصورة؟ لان انت كنت في بيئة، انا ادري بيك من محافظة الانبار. نعم، البيئة متخزنة بداخلك، انت ما تقدر تنساها. ايش كتبت عن الصحراء؟ والله كثير كتبنا. اذا تريد في يعني عندي مثل القصيده مثل السيف تقول من يوم انا صغير، بس هي بالبدوي يعني. اي نعم. من يوم انا صغير وانا مختلف حيل، والناس تنظر لي بعين اللبابه. انا بدوي ولد الشيوخ الرجاجيل، يسحرني الفنجال وهو الربابه. اكره كثير القال واكره انا القيل. ذيب ولدت ولا اخاف الذيابه، فيني عناد الصخر لو عاند السيل، وفيني عزم واصرار واقطر ضرابه. الى نهايه القصيده يعني. فهذا عن الصحراء. حلو. عاجبني شعر على الوطن. على الوطن يستاهل. انت متميز بهذا الشيء. الله يخليك ويسلمك. يقول علمتني الحب شموخ وكبرياء، ثابت يموت النخل ما ينحني، وعلمتني الشوق ما يظهر رياء، شما كبر شوقك ابد ما ذلني، فدوى لعيونك نروح احنا فداء، فخر اسمك بالمواقف زادني، ايش كثر قالوا لي عليك اكتب رثاء وترجع وتنهض غيور وتنبني، ببابل وآشور يجمعنا اللقاء، بحضنك تنام الحضارة وتنثني، يا عراق الفقرة يا أجمل دعاء، يا عشق عمري وغرامي ومسكني، الله. من يرفرف بيرغك تبكي السماء وتنزل دموعي واغني موطني. يا يابا صح لسانك. انت كتبت الشعر الشعبي والنبطي والفصيح. نعم. فصيح. نعم. شو وقت تعلمتهن؟ اثناء ما كنت بالانبار لو النبطي يعني لان يعني مثل ما تقول هاي لهجتي الاصليه يعني كبدوي. بس انت ساهمت بنشره يعني كان ما كان موجود طبعًا. يعني لا هو هذا الكلام دقيق جدا يعني. كثير اتعرض الاسئله انه انت تقول شعر خليجي، هو ما في شيء اسمه شعر خليجي. انت ساهمت في ظهور الشعر النبطي مو خليجي. بالضبط. هو الشعر النبطي هو ثاني شعر يكتب بعد الفصيح. حلو. وليس سموه نبطي لأنه استنبط من الفصيح، يعني خرج من الفصيح وأول من كتبه بني هلال، يعني ده سمعان بالسيرة الهلالية وغيرها. فيكتب في بادية العراق كلها اللي هي من الموصل للمنطقة الغربية، لكن ما في شعراء ساهموا في نشره، أو ربما يلجؤون أنه يسافر خارج العراق ويبدي، فالناس تتصور اللي أنا معقل أنه مثلا مواطن خليجي وده يقول شعر. لكن أنت مجازفت يعني بيه؟ لا أنا ما جازفت، بالعكس. أنا اللي سويته أنه بديت بالعامي، وبعدين أول ما طرقت الفصيح، وبعدين العامي، وبعدين دخلت في النبطي، يعني سوقت له جيد. نعم. زين. أنت خريج شنو؟ أنا خريج عندي بكالوريوس علوم سياسية،
وماجستير بالحضارات القديمة وماجستير بالنقد الأدبي، وعندي دبلوم عالي بالسياحة والفندقة، وعندي دكتوراه في النقد الأدبي. ما شاء الله، هاي مؤسسة كاملة. إن شاء الله. زين، وين مشكلة شعرائنا الآن؟ يعني ليش ما عرفوا مثلا يقدمون نفسهم بشكل؟ يا سيدي الكريم، احنا مثلا بالنسبة للشعراء الشعبيين احنا عندنا مشكلة باللهجة، تسويقنا للهجة تسويق غير صحيح. بس اللهجة محبوبة بالوطن العربي الآن صح، بس مو كل المفردات بالذات بالشعر ربما تنحب بالأغنية، لذلك الكلام الأغاني لأن مرتبط بإيقاع فيمشي، لكن بالقصائد شوي ثقيل. فأنت تحتاج أنك حتى في الدراما، نعم. الدراما أنت تعرف يعني لازم لهجة وسط حتى تنفهم. بالضبط. وأنت من تكتب مرات بلهجة وسط ربما تخسر المشاهد المحلي، يقول لك أنت ما تحكي عراقي. زين، فهاي المشكلة. فأنا اختاريت بالشعب العراقي اختاريت اللهجة البغدادية تحديدا لأنها أنزك، أرتب، أخف على الإذن. حلو. وأيضا ممكن أسحبها للمنطقة البيضاء اللي أحتاجها في الوطن العربي. زين، أنا عندي معلومة. نعم. جمهورك بس من المثقفين والأغنياء. شنو تسوي لهم دعوات البيوت؟ باكر عندي حفلة مثلا؟ شلون؟ لا، نوع شلون قدرت تكسبهم يعني؟ أنا قبل شوي كنا نحكي برا الكادر أنا واحد الأخوان، يعني صنعت لنفسي جمهور ما له علاقة بباقي الشعراء، يعني أنا ما أتقاطع مع باقي الشعراء. أنت ما متقاطع وياهم، بس سويت لك ستايل، سويت ستايل وسويت لون. هذا اللون بدأ ينتشر عن الطبقة، وبدأت هذه الطبقة تمتد. فاللي هم يعني بدون من الجامعي، يعني مثلا انا من اروح على البيانات السوشيال ميديا مالتي القى الاعمار، اكثر الاعمار اللي تسمعني هي مو من 13 ل 17 مثل ما كثير ناس عندك هاي مثلا، خلينا نقول مؤشر عندي، لا من تقريبا عندي من هاي الاعمار بس نسبه بسيطه تقريبا 10%. الباقي النسبه المهمه اللي هي من ال20 من 17 يعني فما فوق. ما شاء الله. زين، فهذا ذول اللي يعني هم اللي وصلوا مثل ما نقول ثانوي، نهايه الثانوي وبدايه الجامعات الى نهايه. عندي امسيه كانت في كندا. نعم. قبل عام ونصف، يعني اغلب الحضور اللي تقع بيه يا مهندس يا دكتور يا محامي. ما شاء الله. زين، بصراحة احنا فخورين بكم. أنا اللي فخور بكم محبتكم، ونتمنى لشعرائنا وفنانينا انه يسوقون نفسهم بشكل اقوى، لان الفرد العراقي طموح طبعا ومميز ويستحق ان يصل للعالمية. اكيد. عندنا فقرة اسمها لو انت. رجعنا وياكم مشاهدينا الاعزاء بعد الفاصل، وفقرة لو انت وزير الثقافة، ايش راح تسوي؟ في العراق انت تتكلم؟ في العراق. يعني حقيقة اول شيء اسويه انه ابعد الطائفية الثقافية عن المشهد الان، لان الان عندنا احنا طائفية ثقافية، ومع كل الاسف ان يكون المثقف طائفي. ما ترهم انت مثقف تكون طائفي. فهاي اول شيء اقتلعه من جذوره هي هذا الموضوع، عشان يعني في أي كيلومتر، ما أريد أقول في متر مربع ولا أريد أقول في شبر، في أي كيلومتر مربع من أرض الوطن هنالك إبداع، سواء كان في الرسم، سواء كان في العمارة، سواء كان في الشعر، سواء كان بالفن، سواء كان في الغناء، في كل مجال. فهذول كلهم لهم حق يعني مثلا أنت الظهور، كلهم لهم حق الدعم، كلهم لهم حق. ليش احنا ندعم فئة عن فئة؟ ليش احنا ندعم منطقة عن منطقة؟ يجب أن يكون القائم على الثقافة يعتني بكل هذه المسميات. تمام. لو أنت رئيس جمهورية العراق، نعم، ايش راح تسوي يعني؟ أول شيء أسويه يمكن أخلي نصف الكابينة الوزارية نساء. طبعا. أكيد من قرايبك هم؟ لا ما له، بالعكس، من الكفاءات. كفاءات يوم ما صرت رئيس جمهورية؟ لا من الكفاءات. تعرف، وهاي عندي قصيدة تقول: صح كثيرات الشوارب بس قليلين الرجال. فالنساء الآن مع كل احتراماتي لكثير من الرجال صاروا أحرص على كلمتهم، على التزامهم، على يعني أنا من باعتبارها مرأة تتعاطف يعني؟ لا مو حقانية مثلا؟ حقانية أكثر، وتنظر للموضوع برحمة. وش وقت تضحك؟ دائما أضحك. والله أنت مبين جاد. لا دائما أضحك. أسئلتك جادة فلازم تكون جاد. زين، لو أنت أمين العاصمة، نعم، عاصمة بغداد، نعم، شو راح تقدم؟ نرجع الوجه الحضاري للعاصمة. بغداد مو هي بغداد من ناحية الشكل الآن، وين ما تروح لافتة، وين ما تروح صور، وين ما تروح دنقة، وين ما تروح أشياء أخرى. أنا بالمناسبة الخميس تهتم بالأماكن التراثية. الخميس الماضي كان عندي أمسية في بغداد في فندق بابل. طبعا نهتم، يعني بغداد ما بنيت لهكذا تقطيع.
يجب أن يرجع لها وجهها الحضاري. حلو حلو. سلام. بعدنا بلو أنت، لو أنت رئيس وزراء هولندا. الله. إيه. إيش راح تسوي هنا؟ بهولندا إيه هاي أقبلها. ليش؟ لأن إحنا بهولندا تعرف نصف المجتمع أجانب. يعني الهولنديين نصفهم أنا وغيري اللي جينا وتجنسنا أخذنا جوازات هولندية وصرنا. زين. إحنا يسمونا باللغة الهولندية الألختون. يعني الألختون، عندك أوتوختون اللي هو هولندي أصلي. ايه؟ وعندك ألختون اللي هو إجا مثلا وتجنس ولجأ أو عفوا. أنتم جماعة الألختون. أنا الألختون نعم. فذول أغلبهم يعني ينظر لهم نظرة أنه هم كسالى وما يحبون يشتغلون ويحبون بس ياخذون مساعدة اجتماعية وقاعدين بالبيوت. زين. عدا أكو بعض النماذج المنيرة ما أريد أحسب نفسي منهم ولكن أتمنى أكون منهم. فذولا يعني أخليهم يشتغلون. حلو. أشغلهم كلهم. سويت أمسيات هناك؟ كثير طبعا. في هولندا؟ في هولندا تقريبا أمسيتين فقط. أمسيتين. لأن أنا ما أحب، أنا يعني وجودي بهولندا هو وجود شغل وعائلة، فما أحب أكون كثير يعني ملتهي بالأماسي، بس برا هولندا كثير طبعا. زين. مقطع قصيدة بالهولندي يعني حافظ؟ أي فرتيلا مي. ماشي. وأنا أبو سبتايتل حبيبي. أبو سبتايتل خليك ويانا. يسعدنا. فرتيلا مي ضطها شي أويت فرتلت. يقول إحنا يعني هناك نحب الخضار ونحب الوطن. أبد ما له علاقة بالترجمة. يلا كمل آخر. فرتيلا مي آشي تسمى أرم بنت وط يفول وط يدينكت. صح لسانك. كمل. لا خلاص. والله حلوة. لا خلاص خلي على الطبقة. حلو. بهولندا عندك سيارة؟ عندي. وبعد؟ عندي حصان. فرس. يعني أنا من قلت لك تجينا فارس بالفرس؟ لا ما مو اعتباطا. صحيح. وش وقت تتجول بيه؟ يعني يوم واحد بالأسبوع تقريبا. زين. صار لك فد شيء هناك؟ بالخيل كثير مواقف. نعم. يعني مثلا اي مرة مثلا طلعوا لك لصوص لو شنو؟ لا لصوص ماكو، بس تكرم مرة طلع لنا كلب. والخيل تخاف من الكلب يعني. مواقف. ايه. الخيل تخاف من الكلب. صح. نعم. وهكذا. جابك. شلون؟ وانت على الفرس؟ اي على الفرس وبالغابة. فاكو كلب دا يتجول هو وصاحبته يعني، فنبح تكرم على الخيل، فالخيل جفلت، ومن جفلت هربت، ومن هربت وانت بالخيل فتطلع ترجع مزلغ يعني. وقعت منه؟ لا ما وقعت الحمد لله، بس الخيل من تهرب وتكون هي بمكان مطلوق ممكن تجري لحد 7 كيلومترات. يلا. وفاتت بأماكن ضيقة. لا فاتت بأماكن ضيقة. يصير مراسها صعب لأن هي برا، ما يحدها مثلا سياج خشبي أو هكذا، فتنطلق جدا. زين. أنت تعورت أكيد؟ لا تعورت بوجهي. اي بوجهي تعورت شويه. ما قدرت انت مثلا اللي قدرت اقاوم انه ما اقع من بس تحكي لي وجهك يراد سمكره. لا بقي راد له زين. فما وقفت الا ان وصلت الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. شكرا جزيلا. هسه راح اروح الى فقره اسمها سالوفه. رجعنا لكم مشاهدينا الاعزاء من بعد الفاصل ونكمل مشوارنا مع الشاعر المميز مأمون النطاح. فقرة سالوفة اشرح لك عليها بشكل موجز. انت تحكي قصة. نعم. حتى لو من وحي الخيال. نعم. وانا انطيك حروف. تمام. فانت تكمل ويا الحروف. ويا الحروف. نعم. هسه اختار لك رأس القصة. انت وصديقك. نعم. متمشين رايحين للمول. اوكي. ماشي. دخلنا بالمول. إيه؟ انا وصديق دنباو على المحلات. قلت له ايش بيك؟ زين. شو تلفت؟ حلو. فقال لي لا دا ادور على محل. غيمت بذاك الوقت. زين. كلش غيمت واحنا بداخل المول، بس لان بي جام شفناه. زين. غيمت الدنيا جدا، ويمكن قامت تمطر. طاقم الضاء. لا طالع ضاء واحده الدنيا. طاقم الضاء يعني ظلينا بمكاننا. ظلينا بمكاننا نفتر يعني. عين. على اليمن مستعجلين. على اليمن مستعجلين. اوكي. على اليمن مستعجلين. خلينا نبقى. قلت له حلو. هيج قلت له انا يعني على اليمن مستعجلين. اي
خاف هوايه خاف هو من الجو، يعني الجو اثر بي، يعني توتر جدا. همزين ما طاوعته بصراحه. جيد. ألف مرة قلت له. حلو. زين. ألف مرة قلت له ما اريد امشي وياك المول. هو قال لي زين. هو قال لي زين. رياكشنه كان زين. قال لي زين. انا الحمد لله يعني هسه صارت نفسيتي احسن بعد الجو يعني. الحمد لله. قاف. قفلنا عاد وراها. انه لازم نتغدى بالمول. طبعا مو جوعانين نبقى. سين. السلام عليكم. عليكم السلام. هسه كل شيء ما فتحت من القصه انا مول والسلام عليكم. يعني ألف مرة قلت لي تريدنا فما كذا موقفني. هسه انت دوري؟ ايه اوكي. بس على كيفك. سهل العاد. القصه مالتك يقول انت عندك تاكسي. زين. واشر لك عبري. تفضل اغاتي حبيبي، كروتها 10 انطيني 8. ماشي. لام. لا تلومني اذا امشي سرعه، ترى دير بالك. انت متزوج؟ لا. يابا طلعت حرت من طلعت زحامات والشمس عاليه وبنزين راح اخلص. نون. نويت انا اطلع على السريع، بس قلت لا خلها فوق البنزين خانه. دال. دخت وين اروح؟ همزين ما ضربته. المهم سايق بصفي بس يحكي يا بسكوت خلينا نسوق. سايق بصفك هو انت تسوق؟ انا دا اسوق بس دوخني كل ساعه يحكي وياي. ايه اللي قصدك العبري قاعد بصفي امشي ظليت امشي والله وصلنا منطقه رحت مرت له خفترت مرت انتهيت الطريق. عاد هو قال لي يا ترى الكرو مو ضاعفها على كيفه. طرت راسا من حكى وياي ضوجني راسا طرت اريد اوصله. دستله يعني دستله. ظلت امشي حسيت انه عندي بنشر، بس قلت خلينا نمشي على سبيره. ها هي قلت وين ما توصل خل توصل. بعشتري من هاي. حلو. انت كنت جيد حلو بس ما افتهمت شيء ولا انا. هاء والف وكاف. انت ما انطيتني مجال، انا شوي انطيتك يعني خليتك تسترسل. والله انت فوق. اي. شاعرنا المميز مامون نطاح. اكو شعراء ينطون فلوس حتى الشعر مالهم يغنى. نعم. انت من يا نوع؟ لا هي مو بهالكيفيه، مو بهالطريقه هاي. اكو بيهم يقول لك انا اريد على مود اسمي يشتهر. من حقه هذا نوع من التسويق. انا انتج اعمالي استاذ احسان، يعني مثلا انا منتج لكل الاغاني اللي انا قدمتها. حلو. اللي بيها غناء وشعر. المن تعاون. يعني مثلا تعاونت مع اصيل هميم باكثر من عمل، تعاملت مع محمد عبد الجبار، همام ابراهيم، اسامه ناجي، ماجد مهندس، فايز السعيد. حلو. يعني كثير حقيقه من الاسماء، ياسر عبد الوهاب، احمد حداد، كثير حقيقه من الاسماء المبدعه. فاني انتج العمل، يعني اني انتج الاوديو. يعني تتخاطب مع المطرب، لو المطرب يقول لك مثلا انا تتعاون وياي. المطرب ما ياخذ مني اجر، اني انتج العمل كاوديو. يعني انطي الحقوق مال الملحن، انطي حقوق العازفين. حلو. العمل ككامل كلمه. يعني ما تعطي ورقه تعطي. لا انا ما اعطي مسجل. اي بالضبط. ما اعطي يعني حقوق ماديه، يعني ما اعطي للمطرب حق مادي، لان تعرف حتى بالقانون الدولي. ايه. لأن أنا عضو جمعية الساسام الفرنسية، فحتى بالقانون الدولي المطرب ليس صاحب حق فكري، صاحب الحق الفكري هو الملحن والكاتب. صحيح. هذاك مؤدي. هذا مؤدي بالضبط. صح. يعني ممكن يؤدي، هذا مؤدي مع كل احتراماتنا للشخص يعني. زين. الفنان الكبير كاظم الساهر تعاونت وياه؟ حقيقة الفنان الكبير كاظم الساهر سعيت الأكثر مرة لهذا التعاون، لكن لحد الآن ما صار. بس هو عنده نصوص من عندي يعني. عندي. نعم. بس لحد الآن متى تبصر النور ما أعرف يعني بصراحة. نسمع غزل قبل ما. غزل ايه؟ شلونك انت بالغزل؟ غزال اصلي. يقول انت كل عقلك تمرين بسلام، الناس فقره ومن تشوفك تنصدم، يلي طولك فتنه والوادم صيام، ويلي حسنك قاضي يبري المتهم. يا بخت هالقذله فوق الخد تنام، ومن تكفيها حسبيه تنهجم، بين مشيك والارض صار انسجام، طاير على القاع مشياتك رسم، ساقك بلونه صفع بيض النعام، مرمر ومصقول ومبرم برم، والخصر يشكي الحمل فوق الأحزام، ينفجر في أي لحظة كاللغم، والشفايف كرزة والنظرة سقام، والجذع ثابت مثل جذع القلم، لا حمل مثلك يمن أو شاف شام،
ولا عرب مثلك ولا بمثلك عجم. تروح لك فدوة شلع كل الأصنام، اللات والعزة ومعاهم كل صنم. انت شي وكلوك جوري لو خزام، لو مسك لو عنبر بدمك لزم. الله. تشعشع بنورك مجرات الظلام، الوالدة شو كنها متنسية بنجم. ينكسر قلبك على طار الأيتام، واني والله يتيم إذا عندك علم. من تمرين الخلق كلها قيام، تاخذ استعداد وتردد قسم. هذه شنه الهيبة يا معودة، حرام هيبتك ما صادفتني ويزلم. أعذب من النسمة واهدى من الحمام، واسرع من الطلقة واقسى من السهم. من يجور الليل وصف بالغمام، أبكي حسنك من رقبتك للقدم. وابقى حاضن صورتك، وابقى حاضن صورتك قبل المنام. من يجور الليل وصف بالغمام، أبكي حسنك من رقبتك للقدم. وابقى حاضن صورتك قبل المنام، بلكي الله وطيفك يمرن بحلم. يا يابا صح لسانك، صح بدأ لسانك. الآن راح نروح إلى فقرة اسمها فكر بسرعة. رجعنا وياكم مشاهدينا وفقرة فكر بسرعة. أستاذ مأمون، هاي الفقرة ميزاتها أنه أحكي السؤال بسرعة وأنت رأسا تجاوبني، صح خطأ ما يهمني. نعم. شو يطلع نعم الله ماشي، بس ما يصير تتأخر، يعني ماكو أنا كثير بالآد. إيه لا تبيع عنا. سؤال وجواب سريع. الفاهيتة فاكهة لو يده مال باب؟ يده. شنو الشيء اللي رجله أكبر من خشمه؟ التمساح. التمساح. شو تأخرت. ما هي الدولة التي تمطر عليها أزبري؟ سويسرا. سويسرا. ومقتنع يعني. يعني واحد يروح سويسرا يحط بس الكبوس. لا هذا قصبة تشربي. الأزبري هذا. أزبري. زين. أكثر دولة بها تقشف وفلوس؟ الصومال. الصومال. حلو. حيوان بس تنز ما يتخربط؟ الدجاج. دجاج؟ حلو. أنا أسئلتي خلصت. أوكي. أشوف أسئلتك بس لازم. أنت صار بها فراغ، يعني قلنا لازم رأسا تجاوب. تمام. إيه. بس أنا بالإجابات بيا بعرف. الظاهر إيه ظاهر ما شاء الله عليك. أعلبك أعلبك. يقول لك لو بدلنا رجلك بمكان إيدك شلون تمشي؟ بزكزاك. لا لازم أشوف. بزكزاك. طيدي. أكثر دولة بها ذبان؟ اليابان. حيوان كل ما يأكل لقمة طول رجله تطول رجله. سجاب. خطية مسكين. شنو اسم بيت الذبان؟ العرين. العرين ما شاء الله. اجمع كلمة عنجص. عناجيس. عاصمة باب الشيخ؟ باب الشرج. ليه قريب عليها. مثل لي صوت في سيفس حبيبته خانته. بابيها بجال. يعني أبد لا. هاي كانت حبيبته خانته. هسه نريد نفس صوت السيفس بس حبيبته رجعت له، مو خانته غيره. خلصت الأسئلة مالتي. عاشت ايدك. انت بالمساجلة حلو يعني. يقولون نعم. لا مو يقولون، يعني انا واحد من المستمعين جيدين. شكرا جزيلا. خلينا نسوي مساجلة. يلا ليش لا. شو انا ابدي. لا انت بالطوبة بالشعر. لا يمك. انا شعري نبطي. شو يطلع العب والله. يقول دسمت الشوارب بالسخا والطيب، وخليت الخلق له للشرف مهبط، ومن وازيتني عفيت اسولف بيك. ايش جاب ابن الاصول الواحد ملطلط. ضحكتك على غرارة شوية ارقى. هو حبيت واللي يحب بلوه، وبن يوم رحت للعلوة شافوني جماعة وقالوا شلك بهالبلوة. الله. بعد خلا اشوفك ريحتي على الغزل. يقول وحق من صافن بوجهك ولا هاي، لا هاي بعد شوفك ولا هاي. اشتكت بغداد من حسنك،
ولا هاي وبكت لندن على حس البقية. يا يابا يا يابا بن يومي امشي واسحب بهدومي، من يومي اسحب بقيت بهدومي، ومن كبرت ظليت اكل بس ادومي. اطيني تراني شاعور. لا واضح تبارك الله عليك. يقول طبع بالفرس تسهل من يمر خيال، وطبع بالفحل يجفل لو لمح فارس، وانا طبع من عسها ترفس البادوق ياخذها الجموح وتركب الواهس. يا يابا يا يابا يا يابا. احب الشاي بالهيل. احب الشاي بالهيل. الهيل طعبه هيل. ومرات اقول ما تخلوا لي هيل، ايش قد مخلين هذا الهيل. الهيل بالشاي احبه. هلا بيك كبل. اريد بعد وحده بالعندك لين جزرت. يقول نياق الشوق شردت من عربها، وحبال الصوت هدلت من عربها، لكن كلمة أحبك من عربها فعل ماضي ومضارع ومرهي. يا يابا. عندك جوانب إنسانية كبيرة بحياتك، قمت بمساعدات للنازحين، شلون يعني بشكل مباشر لو عن طريق أعمال سوقت، يعني مثلا عن طريق أمسيات؟ بلشنا بأول أمسية كانت في لاهاي بالتعاون مع الأمم المتحدة. كان الريع مالها عن طريق الاس ام اس، الدز اس ام اس. تمام حلو. ويروح المبلغ من تليفونك على صندوق خاص للعراق. بس ما شفنا عليك يعني روجت هذا الشيء. مو هي هنا المشكله. انا يعني انت تعرف الانسان اللي يمر، انا كثير من الفنانين اعذرهم بالمناسبه، الانسان اللي يمر بهيك مواقف يصير يعني مثلا تروح على اماكن مال النازحين وتوزع، يقول لك تريد سواها لاغراض معينه او لاغراض انتخابيه او هكذا، فانت تبتعد عن هذا الموضوع. فيعني هذا الاطار كان الامسيات الباقيه. يعني هسه اني منا حسافر للسويد، عندنا امسيه يوم 23 ان شاء الله. ان شاء الله حتكون ريعها لمرضى الكلى في مستشفى بغداد. بارك. هاي كل سنه احنا نسويها، يعني الشباب كنا متعاونين، حتى اللي يصور يجي متبرع، حتى ابو المسرح يجي متبرع، وكنا نكون متبرعين. هاي احنا شلون تقول دوريه سنويه، واضافه لباقي الاماسي يعني. بارك الله بك. بارك الله بك. هسه راح نروح الى فقره اسمها 10 نجوم. تفضل. شكرا. أنا حسيتك جوعان، فإن شاء الله يسامحك. حضري لك أطباق لا واضح، الإيطالي والفرنسي والصيني. خلينا نشوف. والله ريحان بالفلفل، عندك رأس خروف بالنوتيلا والسماق، أرجل بالدبس، هاي مال ديناصور ما ادري ما شنو، وعندك دونات. وهاي الفقرة اشرح لك اياها بشكل سريع. عندنا أسئلة. نعم. وفي حالة عدم الإجابة لازم تتذوق من هالأطباق. إيه ماشي؟ راح أسألك أنا باعتبار أنا بالطوبة. وهسه يابا قبل ما نبدي بالفقرات، عندك دارمي شعر على الباكة؟ لا هذا لازم نصنع له. يلا. يعني هي شنو بالباكة على مود اكتب لها شعر يعني؟ باكة بيها صوت. يقول علي شلون سدبابة وبتشة ونيني حزن المبعد وبتشة. حلو. عزمني ويدري ما آكل الباكة أكلته وصعد الجالي علي. يا وصوفة لا حب الباكة ولا اللحم ولا صوفة. وأنا كل الزين داسوفة ووصفة. نعم. وصفة عليك راس الباكة. سؤالنا يقول: شاعر المميز، رتب أسماء الشعراء من الأفضل إلى الأسوأ. يا ستار. عريان السيد خلف، كاظم اسماعيل القاطع الله يرحمهم، مظفر النواب. آكل أحسن رأسا. يعني تفكر؟ لا مستحيل، لا طبعا. لا ما أفكر بهاي الرموز إنه ممكن يعني
أجيب أسمائها من أفضل الأسوأ، كلهم مدارس. أنت جايب أسماء مدارس يعني اللي حاط السؤال موازيني عليك. موازيني يعني عندك ريحان بالفلفل، عندك راس خروف. لا أنا يمكن الدوناتس بالبهارات بس دير بالك هذا يسوي قرحة. لا أكل أفضل يعني. والله أفضل الأكل يعني. أول مرة بالبهار شوية على غمط. إيه طبعا. لين تحدي ما دام تهربت ماكو كذي ختيلان نلعب قدام الكاميرا. ايه بالعافيه ايدك نزلها. زين، اذكر لي الرقم السري مال الفيزا كارت مالتك. راح عن المالات. وعندك يعني مرخصة الخروف. لا انا عدنت لو لازم اجرب. لا كل الاطباق. لا هسه انا هاي ارحم شيء بيناتهم مو الظاهر هذا. زين بدي اشوفها شلون مسويها هيك شيء. شنين باكه هاي؟ اخاف عبالك هاي بورق حقيقيه. لا شاركني انت يا يابا. يلا هاي لقمه حلوه. الله يسامحكم. بالعافيه. هسه بعد شنو عندي سؤال اني؟ لا بقى سؤال. اذكر لي ايش قد رقم تليفون ام الجهال؟ ما حافظه. وين المفتاح؟ يقول قلب انفرط من شدي ورقمي. قلب انفرط من شدي ورقمي. يرقمونه ماكو. قلب انفرط من شدي ورقمي. حرت بوصافه ما ادري ورق مي رقمه مسجل بروحي. يا ورقمي اذا شافه ابد ما يرد علي. يا يابا. استاذ هذا الشعر خليه بظرف وضمه بجيبه. ليش؟ احنا نريد الكود. الكود ما عندي الرقم ما اعرف. ما تعرف الرقم. يمك الفلفل. لا انطيني الفلفل. واخيرا بصحة مامون نطاح. هذا ريحان بالفلفل وانت عندك امسيه بالسويد. ورايا امسيه انت بالسويد بارده. ظل بس بالاشارات. بحبح راسا تقولهم. هارتك. رشفه زين استاذ. هسه اجى دورك استاذ. دوري. يا لتي يقابلني. رقم حسابك السري بالبنك. الحمد لله والشكر. البفلس بالقافله ابيل. حتى لو بس اكيد عندك رقم حساب. بصراحه لي باعتي حساب. بس ما يخالف هم يعني راح الجا الى الطرق الملتويه. لا ماكو الجيمر ينصحوك به. يعني اي واحد الجيمر. زين اقرا لك ابو ذي الجيمر. وجيمر يلا. وجيمر خدش قد حلو ضاوي. وجيمر يوميا الصبح اتريق كاهي. وجيمر الجيمر احبن الجيمر. الجير ما اجى. ليش؟ الجيمر مر طعم ابوه كلش طيب علي. الله. اختار اي واحد. اختاري طبعا. عاجبني شويه زردومي. زردومك وجعك ايه؟ شو راشي علي ريحه بالراشي. مو اقول له اللي متوصي بيه اللي مسوي. من قام يوجعني راشي. وراشي. اول سائل طيب بس. اول رشفه. العفو السلام. ممنون. ايه تفضل. هاي خلصنا من عنده. رتب المسلسلات من الافضل الى الاسوأ. المسلسلات من الافضل الى الاسوأ. بيخالف. امطار النار، حب وحرب، الدرس الاول. شوف الدولات طيب طبعا. عاجبني اذوقه. عاجبك اذوقه تدلل. تفضل. يصير او ليش هيك تجيبها؟ صح شطه. هاي شطه مال مربع. اشرب مي. كوتينيو. ايه اشرب مي. رتب الممثلات من الافضل الى الاسوأ.
فوزية حسن، سمر محمد، وزهرة ربيعي. يعني تشير بالمثل تعامل لي شوية سهل وياي. ما متساهل والله، مثل ما أنت ما تساهلت وياي ما تساهل وياك. يعني التسلسل لو من الأفضل إلى الأسود. من الأفضل للأسود. نستوي له مشكلة أستاذ بابون. وهالمرة لا، أنا أريد. شو يعني تختار؟ اختار لك أنا. يا ستار. لا بتاعتي. لا بتاعتي. وداعتك. زين يصير بس السوب باته. لا السوب شو درس هذا؟ يعني بتسويناها هيك. هو بالشكل يخوف. ست سبر، ست فاطمة، ست ألعاب، بدها تشوف شو بدها تعذب. ألعاب ربع تقول له وسخونة دقل واسكت. ما أدري شلون جايبيها صدق كذب. مي غير طعم النوم. خلصنا إن شاء الله. لا بعد واحد. الطيلي ترى أنا أبويا بعرفه بالأسئلة. أسوأ مخرج كوميدي. أسوأ مخرج كوميدي؟ إيه. هاني أنت مو مخرج. وأخرجت والله. لا ما يخالف. كذب وحاول أعدي. بس قالوا لي أخرج برا بعد. يلا. بعد المحاولات. أسوأ مخرج كوميدي. أستاذ بعدتي ورد أكبر البرنامج. ما يخالف. ونروح سوي المستشفى اليوم. يا القشطة زينة. بس قشطة اسمح لك المرة. فلفل وقشطة. فلفل وقشطة حاط. وين صاير؟ دارين اليوم. تحياتي للطباخ. خلصت الأسئلة؟ خلصت الأسئلة. الحمد لله. شاعرنا المميز جدا سعيد بيك. وراح نروح إلى فقرة اسمها صندقشة. وهسه عندنا فقرة حلوة اسمها صندقشة. أستاذ مأمون هاي الفقرة اشرح لك اياها بشكل بسيط. يمك صناديق ويمي صناديق، وبداخل كل صندوق اكو شغلات. أنا راح أقول لك شنو موجود بالصندوق، وأنت عليك تحلل وتشوف ده احكي صدق لو كذب. ماشي؟ هسه يمي يا عزيزي أستاذ مأمون، يمي قطعتين. ايه قطعتين مال دومنة. وحدة دوشيش ووحدة هب بياض. تمام. اللون أصفر موشح بنقاط سود. عليك خلال دقيقة. نعم بس قطعتين دومنة. شوفه. بيا صندوق كان. بيا صندوق بالصندوق هذا الجوزي يعني هذا الجوز الصغير. اي هذا. اوكي. قطعتين دومنة. الصوت هذا مو مال دومنة. مو مال دومنة هذا الصوت. زين. فكر. لا مفكر هاي مو دومنة. مو دومنة. تريد تخسر شلون؟ صحيح. مو دومنة. والله انت لاعوبشي. الطبة مو طب الدومنة. اي والله انا صوتي جبت روحي اسال الطوب. لك الدور تفضل. جي الدور. انا بالحساسيه واحد يلحقني. راح افتح نفس الصندوق الجوزي. زين. داخل هذا الصندوق ايه اكو موجود شغله. شايف هذا اللي ترتب به الالوان اللي هو مثل المربع البوكس. ايه هو هذا. شنو هذا؟ عرفته؟ اشرح والله. اي اللي هو شكله يصير مربع وكل صفحه لون. وانت ترتبها يعني مو داخل. هو الفكره انها تاخذ من السترس مالتك يعني لكن انت سترس يعني الموجود يبك مو مكعب. زين انطيني شيء تقريبي اللي موجود يمي. المهم بدك تحكي حشاك خطا صحيح. اليمي هذا. اوه قلت لك انا شاعر وحازور. اريد اسالك كم سؤال. تفضل. علاقتك بالموبايل ايش قد؟ مدمن. من اقرب اصدقائك تتراسلون دائما على الواتساب؟ عدنان. زين. بما انه صديقك عدنان تحياتنا له، اعطيني تليفونك من الواتساب ابعث له رساله نقول له احنا في برنامج الليله ويا دعدوش. تمام. وتعبير عن تواصلك وياه. حلو. تفضل. هاي اخر محادثه بيني وبينك. حلو. محادثه صوتيه انا راح ادز له كلمات. تمام. للاسف مرات الانسان ينخدع باقرب صديق، وانت مع الاسف عليك
طلعت ما حيصدقك. مو خوش صديق وابتعد عن النفاق. أرجوك بعد امسح رقمي. وصلت دزيتها؟ اي أشكرك. مداعبة خشنة بس ما أعرف يعني ردود فعلها بعدين. الله يستر. يعني أنت مزحة ثقيلة جدا. وأنا كنت موفق إنه اختارت صديق ما يصدق، يعني لو غير اسم جاي رأسا يعني سوالي بلوك. بعد ما ينتهي البرنامج ممكن تشوف ردة فعله إن شاء الله، وأنا أصلح الموقف. ما يخالف. ما يخالف. نعوف الواتساب ونروح إلى فقرة اسمها قصة من صدق. وهسه عندنا فقرة اسمها قصة من صدق. أشرح لك شوية عليها. أنا راح أحكي قصة وعليك أنت تكتشف إذا أحكي صدق لو كذب، ماشي؟ وبالتالي أنت هم راح تقرأ قصة تحكي لنا قصة وأنا أحكم عليه لو صدق لو كذب. تمام ماشي؟ أبدي أنا لو أنت؟ ابدي أنت. لا ماشي. يا محفظ البكا والسلامة فتيوب كان عندنا بناء والكسر الكرك. أي الكسر الربد مال الكرك. الكسر رحنا اشترينا ربد. قلنا له هاي شلون؟ قال لازم تروح يب النجار تسوي له بالماكينه وتقصره لان المكان ضيق. انا همين استعجل اخذ الربد وين النجار ابو موبيليه. قلت له ابو ولا قال انا عندي شغل وكناتير اسباب مال الكرك تخليه غير برا. قلت له الله يخليك العباله واقفه الله يخلي. قال لي تجيبه هو مستعجل. قال لي ليه وخر بابا سوى هيك او يطير السبعه. سوى هيك. قال لي سويت العبال باته. قال له هذا صار بيه كنكري. طفر رأسا يعني الكنكري رأسه طفر الدب هيك. انا شفت الدب انهزمت. رجعت للعباله اعطيته بفلوس العباله قلت له بروحه هذا بيبه اللي بصبح اليوم انا. والربد افتر الربد والكرك جوي ابو المحل قال لي ترى كرك جديده اصرف لك يعني. ابو المحل دا تسوق منه كان يقول لي يابا ترى صاحبك النجار توفى من وراء صار ككر وتوفى. هاي رأسا شنو؟ بعرف. قلت له تحكي صدق؟ قال لا حتى خفف عليك الصدمه اصبعها كص. اصبعها توفى يعني. صارت خلصت القصه الا قبل الخبطه. هي لا لازم تكمل الخبطه لان القصه مو مقنعه. يعني احكي صدق ولا كذب؟ لا كذب استاذ بابون. كذب درني يعني. والله بصراحه يعني يأسف فيها اقول لك القصه حقيقيه. القصه خبر. فعلا القصه حقيقيه. صدق؟ قصه اصبعها؟ اصبع هو استعجل وانا عجلته كان عنده موبيليا وجيت انا اسال قلت العمل واقفه. قال لي بسيطه منين اليوم من انا حاطط ما احكي ايش قد يكرهك يعني. الحمد لله ضمد اصبعه بس طارت من عند الحمايم. بس هسه الان طبيعي يعني. اي لا طبيعي. بس كل ما يشوفني ترى اخوي اطلبك انا يا اخوي محروق اصبعه. الحمد لله. هسه الدور لك استاذ مامون. الدور اللي اسمها بيكرك مو؟ لا بس بيها بلاوي اكثر يعني. يلا. هاي كنا صغار وعندنا بيت جانبنا بيه وبيت ساكنين بيه. فانا واولاد عمي اثنين محمد ونهاد الله يرحمه توفى. الله يرحمه. كنا باعمار متقاربه يعني. زين. فمدينا واير مال كيبل مال كهرباء ماكو هذا الاسود. نعم. بس من غير كهرباء مديناه من البيت هذا اللي نبني بيه على البيت اللي احنا ساكنين بيه. لان اكو جوا رمل بالنص فقلنا نسوي مثل القوات الخاصه ننزل هيج وننزل على الرمل. فهم يعني ينزلون بالخاوليات. يعني انا قلت لا ليش خاولي؟ خلينا ننزل بيدي. نزلت بيدي فحسيت انه صارت حراره جدا قويه بايدي وحسيت انه يعني انحرقت. فظليت لا اقدر اهد انا معلق فوق ولا واصل للرمل بالنص. لا اقدر اهد وانا فوق هم يضحكون علي جوا. ولا اعرف شو اسوي يعني. بقيت على هالفتره ما تحملت يعني وقعت. فمن وقعت كان اكو بالقاع لو همنا. لا يا ريت بالقاع ويا ريت اكو طابوق كان اكو منهول مفتوح لسه ما مكمل. يا يابا شوكولاته زينه. لا هو يعني مال بناء فارغ فقعدت هيك قاعده شلون القاعده بس قعدت هيك يعني. فهم واقفين فوق ميتين من الضحك لا قادرين يجروني واني اتالم وابكي يعني بصراحه. فورا البجم يجي بيضحكهم قمت اضحك.
هذه القصة. ما صار بك شيء؟ ما صار بي شيء، لا الحمد لله. ادري سيلفستر ستالون انت. بس القصة حقيقية صالح حسن. انت تقول مو حقيقية؟ لا انا اقول مو حقيقية. لا حقيقية. والله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الواير محتفظ به؟ لا والله ما محتفظ به. وهسه راح نروح الى فقرة اسمها تحدي الهيدفون. هذا الهيدفون تخليه على اذنك وراح تسمع اغاني، واثناء الاغاني انا راح اقول لك كلمات وانت عليك انت تقول لي هاي الكلمات شنو هاي. تمام. ماشي؟ ماشي. ونشوف ياهو اللي يدبرها. ماشي؟ تسمع شيء؟ هسه راح نعطي اول وحده. كليتي توجعني. شوكليت. كم كيلو تجيبوا له بابا؟ يحب الحلال. قنفه جلد. الفجر. قنفه جلد. الفجر. تعال العصر عندي شغل انا هسه. حاروقه. كاروك. منين اجيب لك جاهل هسه؟ سلابه. سلامة. الحمد لله على السلامه. سلابه. سلامة. سلابه. سلامة. الله وياك مع السلامه. دبل كيك. صباح الخير. صباح النور. كم صمونه رايد؟ ضربته دفره. ضربته دفره. ضربته دفرة. سوسن. ستوتة. خاف تنقلب به. جوعان تتغدى. شوكولاتة. لا مو زين على المعده. طرقاعه وقعت على راسي. طرقاعه وقعت على راسي. أمر لك العصر. لا ما تلقين عندي شغل. تقريبا وحده. واحدة بس. يلا. اللي هي غلط. ها لا هي صح. بس واحدة. هسه الدور لك. وانا ترى تعرف الحازور وشاعور. لا ما شاء الله. مرازيب. مرتبة. مرازيب. مركبة. طيب. ورا. زورقة عيني. راسي وجعني. زورقة عيني. بوكس على عيني. زورقة عيني. راس الحواش. انت عيدها مرتين ثلاثة. راس الحواش. راس الحواش. راس الحواش. يس. لفة شلغم. لفة شلغم. فجل آكل. لفة آكل فجل. لفة. لفة. فلفل. لفة. لفة لحم. تكة لحم. لا ما في مجال. نبجعت. تشوبلس. تشوبلس. سوبر. تشوبلس. سرفيس. تشوبلس. سو ماتش. لا. بنطرون. بنطرون. مثروم. لا بنطرون. مدعوم. بنطرون. مكروه جدا. بنطرون. 1000 وربع. 1000 وربع. ألف. ألف وربع. ألف وربع. ألف عقبة. 1000 وربع. 1100. 1000 وربع. 1000 وربع. ايه. تشريب بيبسي. تشريب. 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 تشريب بيبسي. تشريب تبسي. بيبسي. تشريب بيبسي. ايه. حسيت بتريوعة. 1000 درهم. 1000 درهم. 1000 قلم. 1000 درهم. 1000 ميم. 1000 درهم. 1000 درهم. عافية. خلاص ساعدتك انا هواية. يا يابا. ساعدتك يا يابا. طبعا انا جدا سعيد بيك. انا اللي اسعد. فنان وشاعر المميز مامون النطاح. الف تحية لك. الله يخليك ويسلمك. وشرفتنا واستمتعنا وياك. لي الشرف ربي يخليك. تحية كبيرة. شكرا جزيلا. جمهورنا حبايبنا مشاهدينا الاعزاء اشوفكم بليلة جديدة وبرنامج الليلة ويا دعدوش.